اللي انت شفته في الفيديو اللي فات ده نتيجه معلومه خطا موروثه عندنا، ان تغيير الكاوتش لو بتغير فردتين جداد وعندك فردتين قدام هتركب الكاوتش الجديد ورا ولا قدام. قرار غلط او معلومه غلط توارثت من جيل لجيل، ان الكاوتش الجديد دايما الناس بتفكر ان المفروض يتركب قدام. طبعا المعلومه دي صادمه وناس كتير متخيله ان الكاوتش الجديد دايما بيركب قدام. النهارده هغير لك مفهومك، ان الكاوتش المفروض لو بتغير عجلتين بس المفروض الكاوتشتين دول يركبوا ورا. هتقول لي ليه؟ هقول لك لثلاث اسباب رئيسيين جدا جدا جدا. اول حاجه، قدام عندك الموتور ده عامل توازن استابيليتي للجزء الامامي بتاع العربيه بالوزن بتاعه. ان لو لا قدر الله فرده كاوتش انفجرت معاك في الكاوتش الامامي، انت عندك وسيله مهمه جدا تستخدمها ترجع العربيه للمسار الاصلي بتاعها عن طريق الدركسيون او الطاره. هتقدر تتحكم فيها بشكل مباشر، لو حدفت يمين هتجيبها شمال او العكس، وهتقدر تتحكم فيها. ولكن الخلفي هيعمل معاك عدم اتزان وهيخلي العربيه تدور حوالين محورها. ثالث حاجه ومهمه جدا، وهي في الملفات او في الطرق المبلله، لو بتاخد ملف او في طرق فيها شتاء او مطر، فبالتالي العربيه من ورا بتكون خفيفه، فلو النقشه انعم من اللي قدام فالعربيه اتزانها هيقل وهتلف معاك زي ما شفت في الفيديو اللي فات. خلي بالك، مطلوب منك تفهم وتبقى دكتور عربيتك او تفهم عربيتك صح عشان توفر وعشان تحافظ على حياتك. مع عماد جاد، كل يوم سر من اسرار الكاوتش واسرار عربيتك معنا. السلام عليكم.